تخيلوا يا جماعة هرمونات الجسم إذا كان ولد أو بنت، فترة الحب أو فترة المراهقة، الهرمونات دي ممكن تتغلب على عقول الشباب دول، وممكن يحبوا الهرمونات أكتر من الأم والأب. الهرمونات دي يعني دي حاجات أساسية بعد الجواز، الهرمونات بتاعت الجسم دي والشاب والبنت بيحبوا الهرمونات دي، بتتغلب عليهم وينسوا حب الأم والأب، ويعملوا حاجات يعني ما تتوقعش، حاجات ممكن الولد ممكن ياخد شرف البنت بسبب الهرمونات، ولا يسأل في أهل ولا أب ولا أم، ومتعرفش ليه ايه الملة اللي هو فيها دي، أو ما يعرفش الإسلام، أو ما يعرفش اللي هو بيعمله ده غلط او صح ولا اي حاجه. الهرمونات دي هي اللي بتغلب على عقول البنات او الشباب، ويغلطوا الغلطه اللي حقتها يبقى بعد الجواز. انا بنصح كل شاب يا ريت، وبنصح كل بنت يا ريت الهرمونات دي ما تتغلبش على عقولك او على حبك بين امك وابوكي، عشان مهما لفيتي مش هتلاقي حنيه ابوكي وحنيه امك مهما بيعملوا. انا بنصح كل بنت يا ريت يا ريت يفهموا يعني ايه الهرمونات بتتغلب على العقول، على عقول المراهقين بالذات. يا ريت انا بنصح كل بنت تفهم الكلام ده كويس، او كل ولد يفهم الكلام ده كويس. احلى مسا عليكم.